خدمة شعب المنصورة. ويتميز أبونا أنطونيوس بعظاته الجميلة البسيطة اللي هي مليانة قصص، وكثيرا جدا من عظاته عبارة عن قصص عن القديسين، ودي بتخلي الناس قريبة جدا من القصة غير ان هو الوعظ. فهو بيصلي من اجلنا ويشفع امام عرش النعمة من اجلنا ومن اجل خلاص كل النفوس. مهما تكلمنا عنه لن نفي عمله كله، ولم نفي كل اعماله وقدسته ومحبته وكل اللي كان بيعمله من اجل بناء الكنيسة كمعمار وبناء النفوس، انه هو يبني النفوس من اجل انها يكون ليها توبة ويكون ليها حياة مقدسة في المسيح يسوع. اشكركم، وان شاء الله يكون هذا التسجيلات التي سجلت عبارة عن ان هي تكون تذكار وتوثيق لكل اللي عمله ابونا أنطونيوس. الله يعرف الكثير عنا. أحيانا نحن لا نعرفه أو نعرف حتى القليل عنه. حين يخلق الله أبناؤه على الأرض يخلقنا وهو يعلم لماذا أتى بنا وماذا سنفعل تحديدا، يوما تلو الآخر. نكبر في حياتنا، نسير منتظرين سماع كلمة الله وصوته ليوجهنا في الطريق الذي رسمه لنا من البداية لتأدية رسالتنا كما ينبغي أن تكون. أوقات نسمع صوته وأوقات أخرى لا نسمع شيء، لكن العيب ليس من شيء سوى نحن. والذي نعلمه جيداً أننا لابد وأن نترك بصمة في الحياة قبل أن نغادر منها ونتركها. القمص أنطونيوس يونان بصمة تركت علامات كثيرة حلوة قبل أن تغادر وتتركنا. بالنسبة لوالدي يعني انه كان دايما يتمنى ان هو يخدم ربنا، وكان يقول يا بختكم انتوا نشأتوا بتخدموا ربنا
في مدارس الأحد، ومجال خدمة مفتوح. احنا على أيامنا ما كانش فيه خدمة زي كده، إنما كانت الكنيسة مقفولة في وشنا، وكان القداس عبارة عن طلسم يتقال باللغة القبطية، والشبان منفصلين عن الكنيسة وكل واحد في حاله. ما كانش حد بيفكر يروح الكنيسة كتير، لكن مدارس الأحد جمعتكم وفتحت لكم باب الخدمة. فحتى هو جه في أواخر حياته كمان كان دايما يندم ويقول أنا فات عمري من غير ما ألاقي فرصة أخدم فيها ربنا خدمة حلوة. فأنا كنت أعزيه وأقول له طيب أنت يعني خلفتنا إحنا نخدم ربنا، فكأنك أنت برضه خدمت ربنا فينا، لأنك أنت نشأت فينا روح الخدمة وإحنا نخدم ربنا، فبرضه الأجر عايد عليك أنت، لأنك أنت برضه اللي نشأتنا وتعبت معانا. ولد شوقي يونان في 8/12/1925 بمركز منوف محافظة المنوفية في فيشا النصارى من عائلة القسيس. وكان والده دائما يأخذه أسبوعيا إلى اجتماع الأنبا أنطونيوس بشبرا حتى كبر. ومع أول قداس إلهي في كنيسة الأنبا أنطونيوس بشبرا رسم شماسا على يد المتنيح الأنبا ثأوفيلوس مطران القدس. هو نشأ بقى محب القديسين، يعني هو شاف أبونا فيلمون المقاري مثلا، شاف أبونا عبد المسيح الحبشي. أبونا أنطونيوس يونان هو أكبر مني سنا، يعني يمكن 8-9 سنين بس، مش كتير يعني، لكن هو أستاذي، هو معلمي. هو كان من أصدقاء البابا شنودة، والبابا شنودة كان في الوقت ده علماني، في الأربعينات والخمسينات كان علماني، وكان بيجي لنا كتير وشوفناه كتير، وكنا بنحضر له فصل اسمه فصل الخدام، وكان الفصل ده بيحضره يمكن 70 واحد، وكنا بنسمع حاجات في منتهى الروعة. أبونا أنطونيوس أنا كنت أروح معاه ساعات البيت في مصر، كان يوطي على إيدها يبوسها، يعني هو شيخ كبير كده كان يوطي على إيد مامته يبوسها. فأنا يعني ساعات لما نيجي الولد مثلا الصغير ونقول له بوس ايد جده مثلا، ولا بوس ايد مش عارف ايه، ازاي والده يبدو انه كان راجل من النوع اللي مخه كبير. مره حكى لنا ابونا انطونيوس ان بابا شنوده صارهم في البيت، كان لسه علماني، كان اسمه استاذ نظير. حصل نقاش في البيت، وكان بيسمع النقاش ده ابونا انطونيوس، نقاش كده، وكان في مجموعه شباب برضه تبع الكنيسه، وبعدين خرجوا. ابونا انطونيوس قال لابونا انطونيوس، كان اسمه شوقي افندي، ابونا انطونيوس كان اسمه شوقي افندي، واحنا كنا نقول له يا شوقي افندي. قال له الجدع ده هو اللي بيقصد البابا شنودة، ده مخه ايه، ده ذري، ده جدع ايه، ده بكره وبعد اتفرجوا عليه، ده ابونا انطونيوس. الحكايه دي سمعتها من ابونا انطونيوس. هما كان ليهم صله، يعني بابا ومامته كان ليهم صله ببابا كرولوس لما كان ابونا مينا متوحد. فمره مامته هي كان عندها قلب، عندها قلبها كان تعبان، ففي مره كانت رايحه تسلم على بابا كرولوس، وبعدين بابا كرولوس بقى ابونا مينا المتوحد بقى في المغاره، فقام لقاها لابسه صليب ذهب كبير كده، وبعدين قال لها انت شايله صليب ذهب على صدرك، مش قادره تشيلي صليب ربنا مديهولك. كان يقصد بقى مرض القلب يعني. انا في وقت من الاوقات كنت بقول ابونا انطونيوس ده هيطلع يا اما راهب يا اما قسيس، وفي الاغلب راهب. كبر شوقي يونان وخدم في اجتماع الشباب الذي كان يضم أكثر من 1200 شاب من عمالقة هذا الجيل. الأستاذ نظير جيد المتنيح البابا شنودة الثالث، والذي كان يزور أبونا أنطونيوس في منزله لعقد اجتماعات للخدمة. والأستاذ رمزي عزوز المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية، ودكتور وهيب عطلة المتنيح الأنبا غريغوريوس،
ومهندس أمين نصر، الأنبا أرسانيوس مطران المنيا الحالي. وكان قدوته في الخدمة والوعظ دكتور راغب عبد النور. ومن هنا جاءت أول بصمة وضعها شوقي يونان، فهو أول من فكر ونظم رحلة لشباب مدارس الأحد للأديرة، وهي مستمرة حتى الآن في هذا العصر. كبر شوقي يونان أكثر وتعلم، ودخل كلية الزراعة جامعة القاهرة، وقد قضى أول سنة في الدراسة في مشتهر في بيت طلبة، وكان قدوة لزملائه من غير المسيحيين في الهدوء والصلاة. ثم تخرج وأخذ بكالوريوس الزراعة من جامعة القاهرة سنة 1948 وبتقدير جيد جدا، وعمل معيدا لمدة سنة. كنا نجتمع في البيت عنده، والمرحوم والده كان يكون موجود معانا أو قاعد بره، وكان يبقى برضه نظير جيد موجود معانا، ونتناقش حبيا في مواضيع كتيرة قوي. لكن هو مشي مع صفوة الشباب الروحاني اللي كانوا في جيله، وكان عدد منهم كبير قوي موجود في كنيسة الأمرطونة دي. الكنيسة دي كانت كنيسة مبروكة بشبابها وبشيوخها وبأسسها. لا، هو أول الحقيقة ما تعرفت بشوقي يونان أبونا أنطونيوس يونان، كان الخادم بتاعي يعني طبيعي في الكنيسة. فالحقيقة فعلا هو أنا كان معتبر إن هو يعني أكبر خادم في خدمة شبان. أنا اتخدمت قبل منه بشخصيات أخرى أول ما رحت الكنيسة، بس يعتبر هو طبيعي اللي قعدت معاه مدة طويلة. وحينما نزل إلى المنصورة رحب به الأستاذ توفيق كوزمان، وأوجد له مسكن بالحسينية مع بعض الخدام مثل الأستاذ رمزي عزوز المتنيح الأنبا يؤنس أسقف الغربية، وأستاذ رمزي بسيلي أبونا متى بسيلي بالأسكندرية، ونبيل منصور المتنيح أبونا يعقوب المقاري، والأستاذ عبد الله سيدهم، وأستاذ بطرس فهد، وأستاذ سعد كامل. وبدأ معهم خدمة الشباب والشابات بالمنصورة. بيركز أكتر في سن إعدادي، وبعد كده يركز أكتر في سن ثانوي، ويعني كان بقى قليل بقى لما يغيب مثلا عن الاجتماعات بقى بتاعت برضه ثانوي وجامعة وكده. كان بيتردد على بالشمس الأستاذ بديع عزيز، يعني كنت أنا أشوفه يجي ويحضر معاهم الاجتماعات، ما كانوش يقعدوا بقى على قهاوي وكلام زي كده، لكن كانوا يتجمعوا وكان اي واحد بقى هيجي يضيف عاوز يجي مثلا يسكن معاهم او كده، كان يطلبوا ان هو يجيب سريرين إيديل، سرير ليه وسرير لو اي واحد تاني يضيف يبقى مثلا مش قادر يجيب او كده، يقوم يجيب سرير تاني إيديل. فكان ده بيت الغرباء. طبعا ما كناش نعرف عن حاجه اسمها شوقي يونان. كان جه خادم وبدأ يدور على الشباب، يدور على الكنيسة تتفتح، لحد ما أخذ إذن من سيدنا إن الكنيسة تتفتح عشان الشباب، ويقعد يوعظنا أو يكلمنا، لأن كانت الكنيسة فعلا بتتقفل من بعد كل قداس، وما حدش بيروح الكنيسة، لا حوش ولا خلاف. كان مدارس الأحد لها يوم مخصوص بتاعت أطفال، ما فيش كبار، إنما هو جمع الشباب افتقدهم. كان يروح البيوت ويقول لهم تعالوا يوم كذا الساعة كذا هنجتمع ونقعد مع بعض نتكلم سوا. وتأخر عن تقديم الرسالة، فجابوه مدرس في مدرسة الزراعة المنصورة هنا، فهو أول نزوله نزل على الكنيسة. طبعا كان بابا أياميها في المجتمع، وكان يعني يحب يستفسر عن الغريب وكده، فعرف أبونا أنطونيوس، كان الأستاذ شوقي يونان،
ويعني اتعرف عليه كويس في الكنيسة وكده، حتى طلب منه سكن. كانت بالصدفة قدامنا شقة، يعني جه دور أرضي وجه قاعد فيه. فجه الكنيسة، كنا في اجتماع وكان موجود معانا عم توفيق، الله يرحمه، توفيق أفندي أزمان، اللي هو كان أبونا كتب عنه في مش كتب، كان في الشرايط التسجيل اللي كان بيعملها وهو لما كان في أمريكا، كان قال عليه من القديسين المعاصرين وحاجة قصته. فسكن ومش سكن، فكان في شقة دور أرضي ساكنة جنب قصاد بيت عم توفيق، فخد أبونا وكان الأستاذ شوقي وبتاع. وبعد كده البيت البتاع دي بقت الشقة دي بقت مركز إشعاع. كان الأول واخدين شقة في الحسينية كده في حارة، مش فاكر بقى لسه موجودة الشقة ديت ولا لأ، لكن كان فيها أول ما بدأ فيها كان أبونا أنطونيوس والأستاذ كان شوقي يونان والأستاذ رمزي عزوز وأبونا متى بأسيري. وجه بعد كده تعين في التربية والتعليم سنة 49، فجيت تعيينه في مدرسة الزراعة في المنصور. طبعا الشبان بولاد الكنيسة أول ما بيجي بأي بلد بيعمل إيه؟ بيدور يروح كنيسة فين؟ وعلى أساس إن أصلا الخدمة في دمه، لأنه كان شريك مع الأستاذ نظير جيد اللي هو الأنبا شنودة. فهو جه وجمعنا افتقاد. أول ما افتقدني ودجالي البيت وقال لي تعالى الكنيسة عشان خاطر هنجمع الشباب ونقعد مع بعض ونتكلم في موضوعات كلها بتاعتكم بتاعت الشباب، ويعني شجعنا لمروح الكنيسة. واتجمعنا فعلا، وكان دائما ياخد الشباب. كان الأول الكنيسة اللي موجودة في المطرانية كان كنيسة الملاك، وجنبها كنيسة صغيرة اسمها كنيسة العطر، وقدامها حوشة كده كبيرة، فكنا دايما نلعب فيها. فكان ياخدنا في الحوشة دي ويقعدنا على حرف يو، يطلع دكك من الكنيسة ونقعد احنا الشباب عليه، وهو يقعد على كرسي في وسطينا كده في الأول، ويبتدي يحكي لنا قصص، يشجعنا على قراءات للسير القديسين. وبعد كل هذه النجاحات جاءت اللحظة المهمة، والتي سيتحول فيها شوقي يونان لأنطونيوس يونان. وبعد إلحاح الشعب وإصرارهم على شوقي يونان أنه لا بد وأن يكون كاهناً، رسمه فعلاً الأنبا ثيموثاوس على كنيسة الملاك ميخائيل بالمنصورة في 21 نوفمبر 1954. في الحالة دي ابتدى الأنبا تيموثاوس يعرفه يعني وكده وحبه، وابتدى يعني يكلمه عشان يفسمه. فكان هو كان بيقول لنا ناوي الرهبنة يعني، فأثر عليا جامد إن إيه يقنعه إن يترسم، وهنا خدمة وهنا خدمة. يعني ليلة الرسامة جاي ناس حضروا الرسامة من أسوان، الأقصر، سوهاج، كل الصعيد، طنطا، بحري، اسكندرية، مصر. لما جم بقى ساعة الرسامة دي ما كانش فيه مكان للقعدة، ففرشوا على الأرض سجاجيد وقيسة، وقعدوا طول الليل يرتلوا ويهيصوا، وكانوا يعني يوم عيد. كان كنيسة الملاك تحت مليانة على آخرها، فوق مليانة على آخرها، ما كانش فيه مكان تتفرج عليه، يعني تحط يعني يكون فيه مكان فاضي. أول مرة أشوف رسامة بالشكل ده في حياتي لغاية النهاردة. وبركته كانت سبب في نشأة كنيسة السيدة العذراء بطوريل. خدم القمص أنطونيوس يونان القرى، ودائما كان يعقد اجتماعات لخدامها. وفي مايو 1970 ألقى عظة مؤثرة جدا بمدينة طلخة، وبعدها كل السيدات خلعوا مجوهراتهم مساهمة
في شراء أرض كنيسة ماري مرقس، ولم ينسى العمل الاجتماعي والمساهمة فيه. وأسس سنة 1966 جمعية الملاك ميخائيل، وهي قائمة حتى الآن لرعاية الأسر المحتاجة وتعليم البنات الأشغال اليدوية. وأشرفت على الجمعية شريكة حياته الأخت جورجيت. اتولدت بعد ما ابونا اترسم يعني، واعتقد ان هو اللي معمدني كمان. فيعني من الطفوله المبكره حسينا ان هذا الشخص هو ده الكهنوت في نظرنا من طفولتنا. فكان هو مره في زياره من الزيارات، فبقول له ايه رايك يا ابونا في الكهنوت والدعوه للكهنوت؟ فبص لي كده قال لي الكهنوت دي خدمه الملوك. وبص لي كده وقال لي خدمه الملوك. بقول له يعني ايه خدمه الملوك؟ قال لي الملك المسيحي لازم ياخد رتبه كهنوت عشان خاطر يقدر يخش في الهيكل ويبقى موجود مع الرئاسه الكنسيه، ويبقى من حقه ان هو يتواجد امام المذبح. فهو الكهنوت دي حاجه قال لها لا، طالما ان ربنا بيدعو، طالما ان ربنا بعت الدعوه، فان احنا نطيع يعني. قدرت اتعرف على ابونا من خلال الخدمات، لان كل خدمه ابونا كان بيعملها كان ليها ثمار، والثمار يعني الحقيقه يعني تبقى مدرسه كامله لاي واحد بيبتدي خدمه. يعلمهم كده، يقول لهم لازم تاكلوا من عرق جبينكم. كان يديهم مثلا عطيه ويقول لهم انتوا مش تاخدوا العطيه دي تصرفوها في البيت، لا هاتوها حاجه بضاعه وبيعوها، والمكسب بتاعه عيشوا منه، والفلوس الاصل هاتوها بضاعه تانية. وفعلا عمل كده يعني، وعائلات كتير كانت يعني اتبسطت وبقت كويسه ومستواها بقى عالي وكل حاجه. برضه كان واحد جاله قال له يا سابونا المبلغ اللي الكنيسه بتدوني ما بيكفينيش وانا مش عارف اعمل ايه. قال له اشتغل اي شغله تساعدك، بالبساطه بتاعته كده. فراح قال له يا قدس سابونا ما بعرفش اشتغل اي حاجه وانا على قدي في صحتي وكده. قال له طب هنجيب لك صندوق فيه تلميعات الاحذيه وانت تتلمع احذيه الناس. والمنصوره بطبيعتها معروفه ان هي بلد بتبقى كلها بتوسخ الشوزات من اول يوم بعد المطر وكده. قال له انا ما بعرفش. قال له طب روح اقعد عند واحد بيلمع احذيه واقعد بص له وشوفه بيلمع ازاي وركز كده وانت قاعد. فراح وبص وشاف الراجل بيلمع له الحذاء بتاعه ازاي. جه قال له انا خلاص عرفت بتلمع الحذاء بيتلمع ازاي. قال له طب خلاص روح يا اخ حنا هات له بتاع دي اللي هي الخشب اللي هي الصندوق اللي فيه الادوات كلها ويلمع بقى ويشوف. بعد كده غاب ما عادش بيجي الكنيسه. فبعد شويه قال له فينك يا اخ؟ قال له ده انا طول النهار المع اخرج من الكافيه اروح مدرسه اروح وزارات واروح حتت فيها ناس قاعدين كله عايز يلمع واشكرك يا رب انك انت فتحت لي باب رزق. ده المبلغ اللي انا كنت باخده ما كانش بيكفيني يوم، ده المبلغ اللي انا بكسبه بعرقي فيه بركه ومكفيني وبيزيد كمان. من اول ما بدا الخدمه كان عنده فكره تنميه. قصتين سمعتهم او يعني الناس عرفتني عليهم. يعني حد كان عنده مشكله ماديه، فجاب الست يعني وسالها انت تعرفي تعملي ايه؟ وده اللي احنا بندور عليه. تعمل ايه؟ بتعرفش تشتغل غير شغل كنفه وشغل حاجات زي كده يعني اللي هي الشغل ابره يعني. فخلى المدام بتاعته تعلمها ازاي تطور من نفسها وتشتغل شغل الكنفه او تشتغل شغل التطريز عشان خاطر تعمل بيه بقى المفارش والتونيه والحاجات اللي زي كده. ويعني وتبيع في المعرض يعني شغل تنميه من حيث المشروع نفسه ودراسه الجدوى وعمل تسويق ليه بمنتهى البساطه خالص، ومشروع يكسب يعني عشان خاطر يبقى فيه نوع من التنميه للناس. اكتر حاجه كانت بتشدني في بابا قوي واتعلمتها منه وحبيتها قوي هي محبه الفقير ومحبه المسكين والصغير النفس والمذلول والضعيف. يعني دايما بابا كان يعلمنا ان احنا بنكون قاعدين في اي مجتمع او في اي مجلس يعني دايما نهتم باقل انسان موجود في المجتمع ده. يعني هو كان بابا دايما يعلمنا الحكايه دي.
وهو كان عمل كمان حاجة ظريفة برضه قوي في المنصورة، عمل زي مؤسسة سماها باسم الملاك مخيل، وكانت المؤسسة دي بتراعي أولاد وزوجات العمال اللي هو كان بيعمل لهم اجتماع للعمال. كان بيتراعيهم بأن هم بتعلمهم المشغل، بتعلمهم الأعمال اليدوية، وكانوا بيعملوا لهم معرض في نهاية السنة. وكان المعرض ده كان باسم الملاك مخيل، وكان الفلوس بتاعته كانت بتتصرف كلها لخدمة البنات دول بتوع المشغل، في خدمة زواجهم وفي خدمة ان هم يعملوا أسرة. كانت كلها الحقيقة، يعني بابا ما كانش يحب أي حاجة تانية تروح في أي خدمات تانية غير خدمة الناس دول الغلابة. نقول لهم على مواعيد الخدمة كده، أطفال أو كبار أو كده، وكنا من على الباب، ما كان ممنوع نخش، يعني ما نخشش إلا لما هم يكون في يعني يمسكوا فينا ندخل في حاجة مشكلة بالنسبة للعيال أو البيت أو كده، وكنا ناخد المشكلة دي أو حاجة من الناس فيها، يعني نبلغ بيها أبونا، وأبونا هو اللي يتولى بيه. كان بيعمل في الأناديل يعني في اليوم مثلا يعمل 3، ما يزيدش عن كده، ده في اليوم. وفي أثناء الزيارة أبونا اجتمع بالأسرة وقرأ إصحاح من الكتاب المقدس، وشرح الإصحاح بطريقة بسيطة، وبعد ما تعرف على أفراد الأسرة اتكلم مع كل واحد فيهم وعرف حضورهم للقداس الإلهي أو الاجتماعات الروحية في كنيسة الملك، وأنهى الزيارة بالصلاة آخر الزيارة، وقدم كتاب مقدس هدية للأسرة. أول ما يذكر اسم قدس أبونا أنطونيوس يونان يبقى شيء علم كبير جدا جدا، لأنه هو على مستوى الخدمة في الجمهورية. وعلى فكرة أبونا أنطونيوس كان بيسافر كتير جدا، بيخدم في كنايس، أما مثلا يبقى في نهضة في كنيسة سبورتنج، نهضة في مصر، نهضة في أسوان، نهضة، كان أبونا أنطونيوس بيسافر في حتت كتيرة جدا، لأنه كان صيته زايع جدا وكانت خدمته منتشرة على مستوى الجمهورية. ومن أول ما اترسم بدأ في إصلاح كل فئات المجتمع اللي فيه، يعني جذب الشباب وحبهم للكنيسة، ويعني عايز أقول عرفنا الكنيسة عن طريقه، والكنيسة اتفتحت عن طريقه. وما كانتش خدمته قصر على المنصورة، لكن باستمرار في شهر نوفمبر كان بيبقى فيه 3 أيام بيتعمل مؤتمر
بيجيوا له، ما كان الأنبا تيموساوس هنا هو ماسك بقى مطران الدهلية والغربية ودمياط وبلاد الشرقية. فكان المؤتمر ده بيجي خدام وبقى كهنة من كل المحافظات دي. لكن هو ابونا انطونيوس ده هو اللي اسس، فكان بيبعتنا كل اتنين. وافتكر اللي كان معايا كان الاستاذ سمير اللي هو ابونا اسحاق بتاع الست رفق دلوقتي، كان بيبعتنا حته اسمها عزبه الصفيح، كانت ورا الاستاد. كان زمان الحته دي مهجوره خالص، كانت كلها عشش كده صفيح، وكان فيها عيلتين مسيحيين. فكان يبعتنا للعيلتين دول عشان نفتقدهم ونقعد معاهم ونحكي لهم حكايه ونرتل معاهم وكده. فدي كانت بدايه خدمه القريه اللي انا لسه مستمر فيها لغايه دلوقتي. من اياميها ما سبتش خدمه القريه دي خالص، اسافر وارجع خدمه القريه. قدس أبونا أنطونيوس هو اللي ابتدى مدارس الأحد، وابتدى فكرة مدارس الأحد للولاد الصغيرين، وكان بيعمل اجتماع للأسرة برضه في هذا المكان. وكان في كل عيد عذراء كان في الحوش اللي بره كان قدس أبونا أنطونيوس دايما يعمل حفلات، وكان برضه للأسر. وكان في حفلة عيد النيروز لمدارس الأحد في الحوش اللي بره، وكان بيبقى حفلة سعيدة جدا جدا لأن أبونا أنطونيوس كان بيبقى موجود معانا. أبونا أنطونيوس يونان كان منظم جدا، وكان منظم الكنيسة على 3 خدمات: خدمة افتقاد المنازل، وخدمة المشاكل الأسرية أو العائلية بالمعنى لو أصح يعني، وخدمة توصيل البركة للمنازل. وكان محدد كل خدمة دي لمين ودي لمين ودي لمين. يعني قبل منه مثلا ما كناش نعرف إن في اجتماع للعمال مثلا، وكان اجتماع العمال ده اجتماع ناجح جدا، وكان يبقى مواظب على حضوره. أبونا القمص أنطونيوس يونان كان يتميز بأسلوبه القصصي في العظات، حتى أطلق عليه قصاص الكنيسة القبطية. الحكاية دي مكتوب في كتاب بتاع قصص أطفال صغيرين، يقول لك قال بنت صغيرة والبنت دي بتروح مدرسة الأحد، فبتعلمها يعني حاجة كويسة مدرسة الأحد، قصص كتاب المقدس إن ربنا بيحبنا. وبعدين أبوها راجل مش بتاع كنيسة أوي يعني، ففي يوم من الايام ابوها جاب البنت دي وقال اسمعي يا فلانه، قالت له ايه؟ قال لها بكره عندي اجازه، فصلي بقى الليله دي قوي 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 عشان يطلع بكره الجو حلو والشمس تطلع عشان اخدكم فسحه كويسه. قالت له حاضر، والبنت فرحت قوي هتتفسح. فصلت بقى بحراره قوي، ده ربنا طلع ثاني يوم والجو حلو كده والشمس طلعت. فاللي حصل ان طلع ثاني يوم زوابع ومطر ولا يمكن خروج من البيت. فالأب كده قال بيتريق يعني، قام بنته وقال لها مش هقول لك صلي عشان ربنا طلع النهارده كويس عشان ربنا يسامحه. شايفه الجو ايه؟ يعني ربنا يعني سمع بالمشاقلب يعني. قالت له ده يا بابا ربنا سمع الصلاه وكل حاجه، بس بدل ما يقول قال لا. يعني بدل ما يقول تتفسحوا قال لا ما تتفسحوش. بس هيحصل حاجه احنا مش عارفينها. شوف البنت المؤمنه الايمان الحلو بتاعها البسيط. ربنا سمع الصلاه بس بدل ما يقول قال لا. هو الاب عاوز تبقى ربنا لازم يمشي تبع امره، ربنا بيقول لك لا. يعني حط الفكره، حط القصه دي دايما في مخك ان في فوق ربنا بيدبر، وربنا اللي بيقول لك لا وربنا عارف يقول لا ليه؟ لان في سبب. انت تسلم لاراده الله وخلاص يا رب، ده انت قلت لا يبقى لازم لا دي كويس، يعني مش عارفين ايه اللي هيحصل. سالته يعني ايه القصه يعني عشان تبقى ناجحه، فهو قال لي 3 نقط كده. قال يعني الواحد يتفاعل مع القصة، يعني أعيش أنا في الجو بتاعها، دي نقطة. النقطة الثانية أن يكون للقصة هدف واضح ويبقى فيها عقدة. وبعدين النقطة الثالثة أن تكون الخاتمة بتاعتها تبقى جميلة. كان أول مرة بقى أسمع أبونا وهو يعني بيوعظ، ولفت انتباهي جدا أسلوبه في الوعظ وسرده للقصص، خاصة ان كتير من القصص والحكايات اللي كان بيحكيها
كانت حاجات يكون هو اختبرها شخصيا او من سيرة ناس قديسين معاصرين، وكانت كلها بتكون قصص جديدة، يعني مش الحاجات اللي محفوظة او اللي طول عمرنا بنسمع عنها. فاكر يومتها ان كلنا مجموعة الشباب اللي كنا عادة بنبقى مستعجلين، يعني ما حدش فينا كان عاوز يمشي، يعني بعد ما الاجتماع خلص رحنا كلنا قعدنا مع ابونا وطلبنا منه انه يقعد يحكي لنا قصص تاني، وابونا يعني بكل محبة استجاب يعني لدعوتنا وفضل قاعد قضى معانا فترة تانية. ان انا كنت بحب احضر القداس بتاعه. ليه؟ عشان الوعظة بتاعته لن تتعدى 10 دقايق ربع ساعة، بس كان كلها يعني نافعة للتعليم لكل الأعمار. وبعدين نقعد قاعدة بقى ننتظر منه الحواديت بتاعته الجميلة. فالحاجة اللي مأثرة فيا ومتذكرها كويس جدا إنه كان دايما يقول اللي ربنا يعمله لك فتوقع مهما كانت الموقف، فتوقع إنه للخير. وجاب لنا قصة ظريفة قوي، قصة شاب خادم كان في كلية هندسة وكان متفوق جدا جدا، جاب بكالوريوس وتعثر لمرضه، فكان متضايق جدا جدا وكان محتاج إلى المادة، يعني محتاج إنه يتخرج عشان يشتغل، فبدأ يتضايق. فابونا طبطب عليه وقال له كل ما يعمل يعمل الخير. وقعد للسنة اللي بعدها ودخل الامتحان ونجح. وبعدين الحاجة الغريبة إن هو اشتغل قبل الدفعة بتاعته بتاعت السنة اللي فاتت. ليه؟ لأن الدفعة بتاعت السنة اللي فاتت كلها دخلت الجيش، الدفعة بتاعته ما دخلتش الجيش، فبالتالي أول وظيفة نازلة بإن واحد يكون مكمل الجيش بتاعه. فهو كان أول ناس أو أول واحد دخل الشركة دي، كانت شركة مصاعد أسانسيرات، وأنا فاكر الكلام بتاعه بالظبط يعني. وبعدين بقى له شأن كبير جدا 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 في الشركة دي. عارفين كلنا أبونا أنطونيوس كان مشهور بالحكايات، وكانت الوعظة بتاعته عبارة عن حكايات، حتى القعدة بتاعته بتبقى عبارة عن مواقف حكايات برضه، وكان ليه أسلوب في الإلقاء يبقى مشوق جدا جدا. الحقيقة كان من الشخصيات أقول الجبارة في الجذب، يجذب الناس بالأسلوب، بالطريقة الروحانية، بالقصص. وكنا كل ما نسمع الحكاية هي نفس الحكاية، بمعالجة جميلة، بتشويق جميل، بإثارة، بحاجة تخليك كأنك أول مرة تسمعها. في ناس يعني حافظة قصص أبونا أنطونيوس عن ظهر قلب، يعني حافظين كل قصة كان في الموقف ده بيقول إيه. اللي غيرت مجرى حياتي فعلا إن أنا حبيت تاريخ الكنيسة من القصص السرد اللي كان دايما في عظاته وفي كلامه، وخصوصا سير القديسين وسير قصص يعني قصيرة للغاية كده يحكيها. يكاد تقريبا مفيش موقف يحكيه أو كلمة يقولها من غير ما يحكي قصة. القصص بتاعت أبونا دايما يعني كانت ده منبع، ده كان يعني نهر قصص. ما يعني في مرة يعني ما كان كل حاجة على أساس إن الناس تقتنع وتشوفه ويعلم الناس اللي ممكن يتعمل إيه. فكان القصص ديت كانت أساس في وعظه. تحط العقدة اللي موجودة في الحكاية، يعني في يعني تحاول تحط للناس العقدة اللي موجودة، هم يتشدوا ليها، ولما يتشدوا ليها تيجي انت في الاخر تحلها لهم. ودي كانت ميزة في العظة. صحيح انها كانت ممكن تبقى مليانة سير قديسين، لكن من خلال سير القديسين يوصل تعليم يهم المرحلة نفسها اللي هو بيكلمها، تفضل لصيقة بالشخص، يفضل يمكن بيتعرض للموقف ده كتير وكتير، وساعتها يفتكر، وساعتها تلاقي فيه روح ربنا يشتغل جواه، ويمكن لو هيعمل حاجة غلط يبتدي يصلح نفسه. لدرجة كان البابا شنودة قال له اكتب لنا القصص اللي انت بتقولها اللي انت مجمعها دي. ففاكر جمع له 100 قصة. أبونا أنطونيوس القصاص، أبونا كان عنده موهبة جسيمة وكبيرة جدا في
سرد قصص القديسين والآباء. يعني روائي على بدرجة عالية جدا في ازاي يروي قصة هو وراها على فكرة دراسة عميقة، بس في نفس الوقت ما تحسش بيها، تحس انه بيحكي قصة يعني بلطف كده، حتى وعظاته كلها كده. وبعدين وهو في القصة يحكي لك وقائع يعني تخليك عايش المشهد، وفي الاخر لازم يطلعك بالنتيجة اللي هو عاوز يوصلها. ممكن في وسط القصة يقول لك انا عاوز اقول لك كذا، او انت شفت فلان عمل ايه كده، يعني يعمل لك فوكس على الحتة بقى المهمة في القصة. والحقيقة ممكن اسمع قصة اطلع منها بعدة مبادئ يمكن ما اطلعش بيها من وعظة طويلة. والجميل بقى جدا ان هو تفاجأ ان الوعظة خلصت وانت كنت نفسك يكمل كمان. وكان يتميز بالبشاشة والهدوء والحكمة مع التواضع الحقيقي. يعني الواحد خد انطباع عن البساطة بتاعته. كان ينزل بقى المستوى يعني كان يقلع على الفراجية. كان أمينة بقى أيامي أول ما بدأ يعني كان يبقى لابس الفراجية مثلا وفوق الروب يقلع الفراجية بقى عشان خاطر يلعب بقى معانا البنج وكده. كان يتميز بالاتضاع الشديد اللي من جوه مش من الخارج. يعني وده سر برضه نجاحه في الخدمة. هو أكتر حاجة بتحارب الإنسان في خدمته هو الذات، إنه يشعر بذاته. وخصوصا الشخصيات اللي بتنجح قوي، يعني أبونا مثلا بنى كنيسة، خدم خدمة تلمذ آباء، يعني بقوا آباء، ولاده في الاعتراف بقوا آباء ورهبان وفي كل حتة يعني. طب كل ده هو جوه نفسه إيه؟ هو شايف نفسه إيه جوه؟ لاحظنا ان قدس ابونا كان انجيل معاش، وكان يطبق كل تعاليم السيد المسيح، وكان بيحاول يتمثل بالسيد المسيح في كل حاجه. ومن اهم حاجه في قدس ابونا كانت الهدوء والتواضع والمحبه، واللي كان عنده روح الخدمه والمحبه وكان البيت ده يعني كانوا الشباب يجتمعوا ما بيسيبوهوش يعني. هو ابونا انطونيوس عرفنا ازاي نعيش الحياه الروحيه، يعني نعيش الكلام اللي في الكتاب المقدس، مش هو حكايات احنا بنسمعها وخلاص، لازم نعيش الكلام بتاع اللي احنا بنسمعه. اتضاع ابونا انطونيوس كان اب كاهن متضع بشكل غير عادي وحكيم. حكمته الشديدة جدا وصمته. وأنا أتذكر يوم أما اترسمت دياكون قبل رسمتي ككاهن بكام شهر، اليوم ده كان فيه اجتماع لجنة، ودي كان أول مرة في حياتي أحضر فيها اجتماعات لجنة. طبعا يومتها سيدنا قال الأخ فلان بقى دلوقتي شماس في الكنيسة، دياكون في الكنيسة، فهينضم طبعا للجنة الكنيسة، فتعال أحضر. فدخلت أحضر اجتماع اللجنة، واجتماع اللجنة كان مدته حوالي 4 ساعات، وكانوا بيتناقشوا في موضوع بخصوص شراء قطعة أرض يعني للكنيسة. الحاجة اللي لفتت نظري في الاجتماع دون ان سيدنا كان قاعد على رأس الترابيزة، وابونا انطونيوس يونان كان قاعد على ايده اليمين، وطبعا ابونا بشوي وبقيت اعضاء اللجنة كلها. والنقاش ابتدى وقعد الكل يتكلم ويتحاور ويبدي رأيه. حتى انا اللي كنت لسه مرسوم يومتها يعني قعدت برضه اقول ابدي رأيي انا برضه في الموضوع دون. بس اللي لفت نظري ان طول ال4 ساعات وابونا انطونيوس قاعد ما قالش ولا كلمة، لدرجة ان من كتر الصمت دون سيدنا في نهاية الجلسة قال طب احنا سمعنا رأي كل حد بس ما اخدناش رأي ابونا انطونيوس، انت شايف ايه يا ابونا؟ وراح ابونا انطونيوس قال الرد ده كان مكون انا متذكر يعني من 3 كلمات بالظبط. وراح وقتها سيدنا قال خلاص يبقى احنا هنعمل زي ما ابونا انطونيوس بيقول، وفعلا دون القرار اللي انتهت بيه ان اللجنه اخذته. فاحنا الجيل بتاعنا ده محظوظ جدا، وما زلت انا اشعر بان احنا محظوظين جدا ان احنا اتربينا على اباء عرفونا طريق ربنا بطريقه حلوه، بطريقه مفرحه، بطريقه مريحه. يعني ده الطريق الحقيقي اللي يوصل للسماء.
ويخلي الانسان عايش في حياته في توازن، في سلام داخلي، في يعني الصفات الحلوه للعلاقه مع ربنا اللي هي بتبين العلاقه الحقيقيه، انها مش حاجه يعني تفصل بينها وبين العلاقه بين حياه الانسان، لا ده هي حياتنا كلها علاقه مع ربنا. كان مرة كنا في كنيسة الملاك، وكان قاعد في مجتمع السلام اللي قبل ما يتهد وكده، وكان اللي عاوز يقابله يعترف ياخد مشورته في حاجة، فأنا كنت قاعد مستنيه. فكان عنده ميعاد، فجه الميعاد وأنا لسه ما قعدتش معاه. فخدني معاه. كان أيامها ما كانش لسه في تاكسات، كان عربية حنطور. خدني معاه، ركبت معاه العربية الحنطور، واخد بالك، وفي السكة قلت له أنا عاوزه واعترفت وكده، وصلى لي ورحت نازل من العربية قبل ما يوصل. فهو كان بسيط ويحب الشيء، يعني حد جه يضيع عليه الفرصة اللي هو جاي عشان. أبونا أنطونيوس مشيته عظة، بصيته عظة، ووشه دايما منور. لو الواحد تعبان وقابل ابونا انطونيوس في الشارع يستريح من غير ما يتكلم معاه، يعني من غير ما يحصل كلام، انا استريحت خلاص مفيش مشاكل. لم ارى ابونا انطونيوس لا عابسا ولا متضايق من شيء ولا يبدو حزينا، بل مبتسم باستمرار. كان عنده طولة بال جامدة قوي في الخدمة بتاعته، وكان واحد بص في الاعترافات بتاعته ازاي بيقعد وقت طويل، وكل الناس دي ازاي بعد القداس وبعد الصلاة وبيبقى وقت طويل تعبان فيه، وبعدين يقعد الساعات دي كلها بياخد اعترافات. دي حكاية يعني أثرت فيا، يقول يا كل ده بيتحمله. يعني أكبر حاجة الواحد يقف عندها إن هو كان محط إعجاب ومحبة يعني الغالبية العظمى من الناس ومع ذلك كان متواضع جدا وبسيط جدا، وزي ما الآباء بيقولوا احتمال الكرامة أصعب من احتمال الإهانة. فهو عمره ما تحس بأنه هو تعالى على حد، أو عمره ما اغتر، أو عمره ما وبخ حد أو قال له كلمة صعبة. أنا يعني أدعي إن أنا عمري ما شفته مكشر ولا حزين، عمري ما سمعته في يوم من الأيام بيشتكي من حاجة. يعني مهما طبعا بيشوف مشاكل في الخدمة أو مشاكل في الحياة، ودي حاجة طبيعية، لكن عمره ما اشتكى. ابونا انطونيوس كل ده نابع من عمق إيمانه، ليه علاقة حلوة قوي قوي بربنا، وفي صلة قوية بينه وبين ربنا. فدي بتنعكس على كل كلامه، كل تعاملاته، كل خدمته. وعشان كده كان ربنا ممكن يعمل على ايديه وبصلواته معجزات. يعني ناس كتير حست ببركة صلواته وفي نتائج، يعني صلواته جابت نتيجة لأنه ليه علاقة وصلة حقيقية بربنا، مش بيقوم بوظيفة. يعني ابونا انطونيوس يتميز بأنه ما كانش كاهن وظيفته كاهن، لا ده هو طبيعته كده، طبيعته العلاقة مع ربنا ادته انعكست على كل حياته وعلى خدمته، فعشان كده جابت ثمر. يعني حاجة ليها نكهة مميزة، ما هياش وظيفة بيؤديها، لا مختلف خالص عن فكرة انه عمل بيؤديه وخلاص، لا حياة. الكهنوت والخدمة في دمه وفي حياته كلها. زرع فينا المحبة. وبعدين من الحاجات اللي أذكرها لأبونا أنطونيوس إنه عمره ما خد موقف مفتخر بنفسه، عمره ما ظهر في مظهر واحد بيدين الآخرين، عمره ما ظهر في مظهر غضوب وبيتخلى عن الناس، عمره ما ظهر في مظهر واحد بيخاصم. واحتماله يعني مثلا مرة بمشكلة كده، رحت البيت عنده ولقيته بيلف حوالين الترابيزة كده، يعني كانت مشكلة كانت شديدة شوية. البساطة بتاعته، الهدوء بتاعه، يعني كان ينطبق عليه الكلام اللي قال على السيد المسيح: كان لا يخاصم لا يصيح لا يسمع أحد في الشوارع صوته.
ما شفتوش في يوم من الأيام إنه بينفعل أو بيرفع صوته أو يدين شخص معين يقول له أنت عملت وما عملتش. كان دي شخصية متميزة لدرجة كان بيحكي لنا برضه بالقصص ديت وكان بينفذها. يعني كان مثلا بيقول لك كان في راهب، والراهب ده كان ما بيصليش خالص، فقالوا له فجه رهبان بقى في حالة وفاته يعني، طب انت ما كنتش بتصلي خالص هتروح فين وبتاع؟ قال انا عارف انا كان في حاجة واحدة طول ايام حياتي بنفذها، ان انا ما كنتش بدين انسان وحاسس ان ربنا مش هيديني. فهو كان بينفذ القصص دي، كان بينفذها في حياته. الحاجة اللي بهرتني فيه قوي كمان هو دقته في المواعيد جدا. يقول هنبتدي الساعة كذا، الساعة كذا لازم نكون بادين، يبقى في الكنيسة قبليها على الأقل ب5 دقايق 10 دقايق ربع ساعة، لكن مش عشان جه يبتدي، لا بيحترم الناس انها الوقت ده اللي هنبتدي فيه. الوش البسيط الهادي الجميل اللي الواحد لو هو دخل قدامه وكان زعلان من اي حاجه ينسى الحاجه اللي زعلان منها من نظرته الجميله البريئه. وكان بيحب بقى اخوه الرب حب فوق ما العقل يتصوره. ما اتذكرش في حياتي صوته كان هادي جدا جدا جدا، ويوصل الهدف اللي هو عاوزه بطريقه هاديه جدا، ما يحبش الصدام او يحبش العنف او يحب انه يأنب حد. ادانا فكره ولكل الجيل بتاعنا وكل الناس اتعاملت معاه في اي مكان عن ان العلاقه مع ربنا علاقه فرح وبساطه، مفيهاش تزمت ابدا، بعيد تماما عن التزمت، في حين انه في نفس الوقت عميق جدا في علاقته مع ربنا. في ناس بتفتكر ان يا اما يبقى متشدد ومتزمت، يا اما اذا مثلا ضحكت شويه ولا وشي بقى بشوش شويه خلاص يبقى الدنيا باظت وانا كانها كده تركت بقى القيم الروحيه وبتاع. مع ان ابونا كان جاد جدا، يعني هو جاد فيما يتطلب الجديه، يعني ما يتساهلش مع الغلط، لكن في نفس الوقت بشوش ولطيف ومريح ومرح وعنده روح خفيفه، يعني تحب تقعد معاه، حتى تعليقاته لطيفه، ليه قفشاته، ليه يعني بذكاء كده وبلطف وبنقاوه. كانت ليله راس السنه وكان الزحام اللي موجود فيها، وفوجئنا بواحد من الناس الكبار اللي موجودين في الكنيسه، كان ولاده 4 أولاد ولقيناه ما اخدش الولاد كلهم، فاحنا كان يوميها زحمه قوي قوي، فلقينا هذا الشخص بيرمي الاكياس في وشنا وكان منفعل جدا واحنا ابتدينا ننفعل. المهم عدت الليله على خير، وتاني يوم الصبح رحنا لقدس ابونا انطونيوس وقلنا له يا ابونا شفت اللي حصل فينا من فلان الفلاني وازاي رمى فينا الاكياس وازاي، واحنا بقى منتظرين يعني باحماء الشباب ان ابونا انطونيوس هيقف معانا وازاي لقينا ابونا انطونيوس بيتصرف بيعلمنا بقى المسيحيه فعلا. قال لنا من فضلكم تعملوا اكياس فيها حاجات اكتر من كانت امبارح، وتاخدوا من الاكياس دي الاخين اللي اترمى في وشهم الاكياس وتروحوا تزوروا الشخص ده النهارده وتعتذروا له وتقولوا له احنا اسفين واحنا جايين علشان نعتذر على ان احنا امبارح انفعلنا. طب احنا يا ابونا قال اللي بقول لكم عليه تعملوه. عملنا زي ما قال لنا ابونا انطونيوس ورحنا لبيت هذا الشخص، وكان شخص محترم، لقيناه قابلنا مقابله احترام فوق العقل واعتذر لنا جدا. وعلى فكره هذا الشخص ما كانش بيجي الكنيسه، بقى بيجي الكنيسه، ولاده ساعات كان بيجوا مدارس الاحد مره ومرتين، لا كانوا مواظبين وبقينا بنفوت عليهم. فده درس عملي علمهوني ابونا انطونيوس في حياتنا، ان احنا لازم نقابل الاساءه بالاحسان، لان الكتاب المقدس قال كده. كمان نبره الصوت كانت مؤثره جدا حتى في الصلاه البسيطه جدا. انا مره سمعت قداس مسجل ليه يقول كانه بيوشوش ربنا. نحن ايضا نستذكر لآلامه المقدسه وقيامته من الاموات وصعوده الى السماوات وجلوس عن يمينك ايها الاب وظهور الانسان الاتي من السماوات المخوف والمملوء المقدم. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن اجل كل حال وفي كل حال.
كان له علاقة قوية بالقديسين، وخاصة العذراء مريم التي ظهرت له عام 1968 في وقت ظهورها بالزيتون لعدم مقدرته على الذهاب هناك بسبب خدمته، وظهرت له في حلم عام 1987 لتشجعه للسفر والخدمة بأمريكا. وقد قدم عظته الشهيرة عن شفاعة العذراء بكنيسة ماريمينا فليمنج أمام قداسة البابا شنودة الثالث. يعني لما نقول العذراء تتشفع فينا هذا ليس غريبا، فالكتاب المقدس بيقول صلوا بعضكم لبعض لتشفوا، يعني أنا صلي من أجلك وأنت تصلي من أجلي. ليس معنى ذلك إن أنت لو صليت لا يستجاب صلاتك، ولكن لو أنا صليت معاك تبقى صلاتك أكثر استجابة. إذا كنت أنت لما تصلي من أجل أخوك ربنا يستجيب أكثر، فما بال لو شفعنا، لو وصفنا العذراء كوسيط بينك وبين الله. كمان محبته للست العذراء، وكان يحب الست العذراء ليها محبة خاصة كبيرة جدا عنده، وكان يقول إن هي ما تكسفش حد أبدا، اللي يطلب منها أي حاجة ما تكسفوش أبدا. كنا أفتكر زمان كان أيام ظهور الست العذراء في الزيتون، فالعيلة كلها راحت عشان تسهر سهرة كاملة في الزيتون، وبابا ما كانش قادر يجي معانا لأنه كان صباح عنده قداس، كان يوم الحد، وكان يعني عدد الكهنة قليل في الوقت ده، فما كانش يقدر يسيب الكنيسة. فهو كان زعلان قوي زي احنا كلنا رايحين نشوف الست العذراء وهو قاعد في البيت. فاحنا كلنا رحنا وسهرنا السهرة وشفنا الست العذراء فعلا في الزيتون، ورجعنا الصبح فرحانين وطايرين ان احنا شفناها، ودخلنا البيت نقول له يا بابا احنا شفنا الست العذراء. قام هو ببساطة كده قال وانا كمان شفتها، هي جات لي بالليل وشفتها عشان ما تزعلوش يعني ان هو ما قدرش يروح معانا، هي جات له بالليل وشافها. لا هو كان محب جدا جدا لسير الخدمة ويؤمن بيهم إيمان فظيع، وكان يعني شديد التمسك بسير القديسين، وخصوصا الأنبا أنطونيوس. ولذلك هو أعتقد هو طلب إنه يسمى أبونا أنطونيوس، أعتقد يعني كان محب جدا. وبعدين انت كنت تخش بيته وعنده صورة كبيرة كده للأنبا أنطونيوس وهو واقف ومعاه العريضة اللي مكتوب فيها إيه؟ إن أردت أن تكون كاملا فاذهب بيع كل أملاكك واعطي الفقراء حتى يصير لك كنز في السماء وتعالى اتبعني. أبونا كان يحب العذراء مريم جدا لدرجة لما كان يخش كنيسة من أول ما يخش الباب العمومي بتاع الشارع كان يخضع هو داخل على الكنيسة. أبونا أنطونيوس كان شديد الشبه بالأنبا أنطونيوس. يعني أنا كنت أبص لأبونا أنطونيوس كنت أحس إن أنا ببص للأنبا أنطونيوس ذاته، نفس الوش الجميل، الوش المنور، الوش البشوش. بص في صورة الأنبا أنطونيوس وبص في صورة أبونا أنطونيوس تلاقي شبه كبير جدا. هو شبهه بالقديسين، كان شبيه الأنبا أنطونيوس. طبعا علاقته مع القديسين بتبان قوي في مجموعة التسجيلات الكبيرة اللي قدمها زي كبسولات سريعة كده عن سير القديسين، وكانت رائعة، وأعتقد إن أجيال كتيرة استفادت منها. لا ما دي كانت طول النهار يعني يمدح فيها يعني، وشفع بيها على طول وكده، دي شفاعته يعني وكده، دي عنده حاجة كبيرة قوي العذراء دي. هو كان بيحب الست العذراء قوي، الست العذراء بتحبه وبتحب كنيستها دي قوي. علاقته بالملاك ميخائيل، أنا أعرف إن هو يعني بيحب الملاك جدا، وخصوصا إن الابن رقم 2 لأبونا سماه ملاك، وهو كان دايما يقول لنا في عظاته إن أنا بحب الملاك، وواضح إن الملاك ميخائيل عامل مع أبونا معجزات كتير. حصل معجزات أكيد، حاجات كتير حصلت في الكنيسة القديمة. العذراء عملت معجزات لأكتر من شخص. ده كمان العلاقة مع القديسين، يعني علاقة بالعذراء دي مميزة جدا جدا. كانت العذراء بالنسبة له صديقة وأم، وكان حتى أنا فاكر حضرت عظة في مؤتمر في ماريمينا فليمنج، وهي مسجلة يعني معروفة العظة دي، بس أنا كنت حاضرها يعني، وكانت الناس يعني متعلقة بكلمة أبونا بشكل، وكان البابا شنودة حاضر. هو كان يحب العذراء قوي، بالذات العذراء مريم طبعا كانت شفاعته. وأنا عرفت كده من موقف، أنا في مرة
من زمان خالص. قلت له يا ابونا يعني عاوز مثلا اخد حد من القديسين يبقى يشفع لي، يتشفع لي، يعني اخد مين؟ قال لي يا ابني هو في اكتر من العذراء مريم شفعتنا كلنا، هي امنا وهي. فكان طبعا واضح انه كان بيحبها جدا. شوف انا كنت بحس ان العذراء مريم هي اللي سندها على طول. يعني دايما الواحد يسمع من اي ابونا انطونيوس دايما العذراء مريم في بقه في اي موقف من المواقف. ان ابونا ساعه ما طلع يقرا السنكسار ابتدى يقرا، وكان يومتها قديس من القديسين اللي هم مش مشهورين قوي في الكنيسه، يعني مش معروفين. فابونا لما خلص الصفحه الاولانيه وجه يقلب على الصفحه اللي بعديها عشان يكمل قرايه يعني، فكان يظهر الصفحتين لازقين في بعض. فابونا قعد يحاول كده، فيظهر ان في صفحه ناقصه من السنكسار دون. على العموم بقيت سيرة القديس ديا، راح ابونا ابتدى يحكي بقى يقول كذا كذا كذا، وابتدى يسرد بقيت سيرة القديس ده اللي كان يومتها في التذكار ده. طبعا في الوقت دون احد الشمامسة اللي موجودين قام وقعد يلف في الكنيسة يدور على سنكسار تاني يكون مش ناقصاه الصفحة يعني. وبعد شوية راح رجع لابونا كده ومسك لابونا الصفحة ففرقها فاتفتحت الصفحة. فابونا قال اهي الصفحة موجودة، طب نقراها بقى. اللي لفت انتباهي ان يومتها ابونا لما جه يقرا الصفحة لقيت ان الكلام اللي بيقراه تقريبا طبق الاصل زي القصة اللي كان بقيت الكلام اللي هو كان كمله يعني من ذهنه كده او ارتجالي. تعجبت يومتها، قلت لانها طول عمري اسمع ناس تحفظ انجيل، ايات في الانجيل، ناس تحفظ مزامير، انما تعجبت ان ابونا ده حافظ السنكسار. يعني حتى سير القديسين حتى الغير معروفين في السنكسار ابونا حافظ السير بتاعتهم وبالتفاصيل بتاعتها. وشعرت قد ايه ان ابونا دون فعلا ليه علاقه قويه جدا مع القديسين. وعلى فكره كان هو دايما اما يطلع يقرا السنكسار كان يتاثر جدا بالسير بتاعت القديسين، لدرجه ان احيان كتير كان يبكي وهو بيقرا السنكسار. في مرة في البستان بيقول لك قال إن في راهب كان مبتدئ في الرهبنة. الشيطان حاربه بإيه؟ حاربه بالرؤى. كل شوية يجيب له رؤية بالليل، ويقوم الصبح من النوم الرؤية تتم بحذافيرها. يوم الراهب يقول لك الله إيه ده أنا حلمت بالليل الحلم قام الصبح تم الأمام كله بحذافير. وتكرر مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة. لغاية ما الراهب قال لك إيه ده أنا نبي. الرؤية اللي بشوفها ما بتخرج في المية بالظبط، بتتجن كلها بترقى متنايم. قال لك أحسن حاجة راح أسأل أما طولس، ما ده أما طولس عايش في المغارة. فالراجل راح يسأل أما طولس في المشكلة اللي هو فيها دي، هل دي حرب بالشيطان ولا دي بشوف رؤى دي يعني حاجة من عند ربنا؟ الراجل خايف على روحه. والراجل ده كان عنده حمار بإنجاب ويروح بيه الريف عشان يشتري أكل، يشتري حاجة أو يبيع الشغل بتاعه الخلال اللي بيعملها. الراجل الحمار وراح المغارة بتاع البطوط، كانه ماشي المشوار بتاع الجبل ده مشوار طويل، فهو ماشي حته رمل غاز وهو راكب فوق الحمار، فالحمار رجله اتغرزت في الرمل قوي وراح الحمار الكعب وقع فوق على رجله كسر. فرجله انكسرت فراحت نزل لها الحمار رجله اتكسرت، يعني شوف هيمشي تاني سوى يموت في الجبل وقال لك اكمل مشوار على رجليه. فكمل المشوار على رجليه لغايه المغاره. وهذا اللي منصب لمغاره البطونيوس قام بينده على يا معلمي يا معلمي جدا، يعني عشان لما تسمعوا من المغاره. اما بيقول طلع له من المغاره قال له الله انت ايه انت بتريال على حمار وصوت الحمار يموت في الجبل وجاي لي ماشي على رجليك. قام بيسال انا يا معلمي انت عرفت منين انا بتريالك على حمار؟ قال له الشيطان سبقك وجالي. شوف الشيطان اما طلع بيرد على المشكله اللي هو بيساله عليه، الشيطان خدقك وجالي. يعني الشيطان جه طبعا هو الشيطان قال له ان في واحد راحت جاي وانه الحمار رجله كسرت وسابه يموت في الجبل وجاي ماشي على رجليه. عشان كده ما تستغربش مثلا انك تشوف رؤيه ولا تشوف حلم، دي مش رؤيه بقى ده حلم. تشوف حلم مثلا في بلد بعيده خالص، تحلم ان بكره جاي لك قرايبك فلان وفلان وفلان ولابسين كذا ومعاهم شنطه بنتها كذا، وبعدين الحلم تبقى بحذافيره
حتى لون الشنطه مظبوط، حتى الاشخاص هم يجيبوا لك قرايبك. ما انتش نبي ولا حاجه، ده شيطان خلقك وجاي قال لك. لم ينسى المغتربين من القرى والمحافظات، وعمل لهم شقق واهتم بهم روحيا. برضو أول واحد فكر في إنه يعمل بيوت للمغتربين، وكان بيت المغتربين ده اتخرج منه كهنة وأساقفة ورهبان. واحد قابلته في رحلة ما كنتش أعرفه يعني في الصعيد، وقال لي أنا كنت جاي مهمة في المنصورة. حكى لي قصة عن أبونا أنطونيوس بعد سنين طويلة. يعني قال لي أنا كنت جاي مغترب، وبعدين رحت عشان أسكن في فندق، لقيت وروح الكنيسة. أول ما حط شنطه في الفندق وراح الكنيسة، فكنيسة الملاك قبل ما أبونا يعمل كنيسة أو ينشئ كنيسة العذراء، فلقى حد أبونا مكلفه في الشباب، قال له انت رحت فين؟ قال له في مكان فين؟ قال له لا لازم تجيب شنطك وتيجي في بيت مدارس الاحد. يعني ابونا مكلف الخدام ازاي يحتضن الشخص الغريب، ودي اثرت في هذا الاخ وهو حكاها لي بنفسه. يعني قد ايه هو كان مهتم بكل، فعلا زي ما الكلمه الجميله، اهتم بكل احد لا تخلصه. كمان شجعنا كمان الرحلات. احنا ما كناش بنعرف الاديوره. اول مره كنت اروح اديوره لما جيت من المنصوره هنا، ما كناش بنعرف الاديوره خالص. فابونا أنطونيوس عرفنا طريق الاديوره بقى، كنا ننبسط قوي قوي لما نروح معاه نطلع على رحلات الاديوره دي. دشن اجتماعا روحيا في نوفمبر من كل عام لمدة 3 أيام، وكان يخدم في هذا المؤتمر الأنبا شنودة الثالث أسقف التعليم. أسس اجتماعا كبير بحي توريل نتج عنه تأسيس كنيسة السيدة العذراء بحي توريل، تتلمذ على يديه كثير من الخدام الذين أصبحوا كهنة في كنائس المنصورة كلها، مثل المتنيح أبونا بخوم عبد المسيح بكنيسة الأنبا بولا والأنبا أنطونيوس، والمتنيح أبونا شروبيم يعقوب بكنيسة الملاك ميخائيل، والمتنيح أبونا أرسانيوس أمين بكنيسة ماري جرجس، والمتنيح أبونا بشوي فرج بكنيسة القديسة دميانة، والمتنيح أبونا متياس مراد بكنيسة ماري مرقس طلخة، وأبونا إبرام أنور أطال الله حياته الذي استلم منه الخدمة بكنيسة السيدة العذراء بحي توريل. بيقول لنا أنا نفسي أعمل كنيسة للعذراء قبل ما أموت، أن دي حياتي، يعني دي أملي إن أنا أعمل كنيسة للعذراء. بدأت هو كانت المنطقة هنا والمختلط ما كانش فيها خدمة، فبدأ بالبدروم. في الوقت ده كان بيتم إنشاء كنيسة العذراء في توريل، وقال لنا ما تيجوا نصلي في المكان اللي هو اللي موجود للكنيسة. مجرد ان احنا نشتري الارض بالفلوس اللي كانت مطلوبة دي بتعتبر معجزة كبيرة. وكان ابونا ما كانش هنا في توريل، كان بيخدم هنا ساعات، لكن هو كان في الملاك، كان مرسوم على كنيسة الملاك. فمجرد ان احنا ناخد الارض، مجرد ان احنا ندفع فلوسها، مجرد ان احنا نهد الجدران اللي جوه، كانت فيلا يعني باوض كده، مجرد نهد الجدران ونحولها لكنيسة من غير ما حد يقول لنا اي حاجه، ونصلي فيها ونعمل فيها قداديس، وبعد كده تتهد الفيلا. حب ان هو يمشي خطوات قانونيه، ان هو يعمل عقد ملكيه الاول ويسجلها، ما يعملهاش كنيسه كده من غير ترخيص. وقعد عانى جدا جدا علشان يلم الفلوس ديت بتاعتها من الاسر. زمان برضو الدنيا كانت ما فيهاش فيها فلوس كتيره، بس يعني المهم ربنا وفقه ان هو يشتري الارض، وبعد كده اشترى الجزء اللي هو بعد كده اللي هو فيه الهياكل دلوقتي من الجار بتاع الارض. وقعد الاول بدا يوضب الفيلا دي من جوه عشان يبدا يجمع ناس تيجي تصلي وشعب يبقى متواجد. شال بعض الحيطان وحولها بطريقه معينه، اكيد في مهندسين طبعا كانوا موجودين عندهم خبره في الحاجات دي، وحولها لكنيسه بشكل بدائي جدا كده. لان هي كانت الكنيسه اولا قبل ما تبقى حاليه دلوقتي
كانت عبارة عن فيلا، كان الجزء البحري منه كان بيعملوا فيه الحفلات، الشباب حفلات والمسارح والحاجات ديت. الجزء البحري كانت فيلا صغيرة في الأول، وقدس أبونا أنطونيوس ابتدى باجتماعات في الفيلا زي اجتماع مسائي نصلي صلاة الغروب، وبعد كده هو يقول كلمة روحية، وابتدى الشعب يعرف إن في اجتماع بيتعمل في المكان دون، والناس ابتدت تيجي. وهو الحقيقة السبب في وجود كنيسة في توريل باسم العذراء في توريل. طبعا يعني هي كنيسة العذراء في توريل بالنسبة لنا كانت أول كنيسة احنا كنا صغيرين وسمعنا إنها وانشأت حديثا، فكان أبونا أنطونيوس يروح يصلي هناك كل يوم جمعة. كنيسة العذراء في توريل ما كانش بيتصلى فيها في الوقت ده وهي لسه في الشقة الصغيرة ولا الفيلا الصغيرة إلا كل يوم جمعة. فإحنا من محبتنا لأبونا أنطونيوس كنا نروح وراه في أي مكان بيصلي يعني، فكان يوم الجمعة على طول هو دلوقتي بيصلي هناك في العذراء في توريل. فكنا نروح هناك وكنا نبقى مبسوطين قوي ونرجع يعني متعزيين بالقداس ومتعزيين بالوعظة. كانت سنة 75 كانت علامة طبعا مهمة وفي تغيير لما جه قداسة البابا المتناحي الأنبا شنودة عشان يحط حجر الأساس، وكانت حفلة جميلة خالص. وأنا متذكر كويس قوي كلمة قداسة البابا يعني بذكائه والموهبة اللي ربنا مديها له، وكلمته كلها كانت عبارة عن شعر، يعني حوالي 6-7 بيوت شعر. وكان بقى طريقته اللطيفة ياخد بقى ايه مثلا اسم المنصورة يحطه في بيت شعر، اسم المحافظ اسم السادات يحطه في شعر، وهكذا. وكانت الناس طبعا كانت كنا فرحانين جدا جدا طبعا بوجوده معانا وبالطريقة الجميلة اللي اشترك بيها في الحفلة دي. فلما ابتدى بقى يشتروا الفيلا اللي هنا ديت اللي بقت كنيسة العذراء هنا حاليا، ابتدى يصلي فيها كل يوم جمعة الأول. بدأوا يصلوا فيها كل يوم جمعة، كنا بنحضر معاه القداس جميل جدا، بيصلي على مهله بروحانية والشعب كان بيبقى مبسوط جدا بأبونا أنطونيوس. العذراء في توريل تعتبر معجزة أن الكنيسة أقيمت في هذا المكان في الحي المتميز ده، وحواليها المصالح الحكومية والأمنية. العذراء كنا طبعا بنلف على الناس في الشوارع ونقول لهم تعالوا بسرعة، اللي هم البيوت اللي حوالينا اللي ما يعرفوش ده الكنيسة اتفتحت وفيها نهضة العذراء. ربنا بعد فوق ما تتخيل، واتبنت الكنيسة في ما فيش، خد بيها تصريح وكده، ومن عند ربنا كل حاجة. لدرجة ان كان الأنبا شنودة جه افتتح الكنيسة، ما رضاش يبنيها كنيسة يعني كنيسة وخلاص، هو حب يجيب تصميم جميل جدا. يعني سافر القاهرة وشاف مكتب ميشيل باخوم ده على ما أتذكر يعني، وجاب تصميم فريد في الشكل. كانت كنائس ما كانتش بتتبنى بالطريقة دي وحاجات من دي، وما يعني ما كانش يبخل بأي شيء إن هي تبقى في أجمل شكل، إن كانت أيقونات أو رخام بيتحط أو الأرابيسك وكانت حاجات كلها جديدة. ما كانش في كنائس بالطراز ده في المنصورة. وكان دايما أبونا ما كان يحدث يعني كان يقعد معاهم ببساطة كده ويحدثهم ويقول لهم أنا لازم نصلي كلنا مع بعض عشان نبني الكنيسة دي. عربية رمل تيجي، عربية زلط تيجي، نشون طوب، نشيل حفر، نشيل زلط، نشيل خرسانة. كان شباب كبير قوي قوي بتاع الكنيسة اللي هو اتربى فيها في الحوش بتاعها، هو اللي اشترك في بناء الكنيسة طوبة طوبة. لكن هو أبونا أنطونيوس كان ليه دور في تأسيس وإنشاء كنيسة مريم مرقس في طلخة. يعني أول واحد اتبرع للكنيسة في كنيسة مريم مرقس كان أبونا أنطونيوس. ذهب إلى أمريكا في ولاية جيرسي سيتي 1973 بتكليف من قداسة البابا شنودة الثالث،
ليؤسس الخدمة هناك. ثم ذهب من عام 1975 إلى 1978 في ولاية جيرسي سيتي، ومرة ثالثة من 1987 إلى أن تنيح في لوس أنجلوس، حيث كان وكيلاً للإبراشية. وأنا احتست يعني إزاي أنا همسك كنيسة لوحدي، وأنا قعدت لوحدي بتاع 5 سنين أنا مفتكر حاجة زي كده يعني. مرة تانية كان أول ما كان هيروح أمريكا، طبعا كان في الفترة دي كان الأولاد صغيرين خالص، وطبعا ما كانش هيقدر ياخدهم نروح معاه، فأنا قعدت مع الولاد وهو سافر لوحده. بس كان قبل ما يسافر كان متردد قوي، ما كانش عاوز يسافر. لا كان برضه عايل هم الولاد، وبرضه أهله ما كانوا معرضين خالص إنه يسافر. المهم نام حلم غريب، قال في حاجة جت وقالت لي لست الآن تعلم ما أنا فاعل، ولكن ستعلم فيما بعد. فقام برضه كده هو وجاب ورقة وقلم وكتب الآية لسه موجودة عندنا بخط يده، عندنا موجودة. الأنبا شنودة الثالث بعد بابا الأمريكي هنا في 3 مهمات رسمية. أول مهمة كان معروف تاريخ بدايتها ونهايتها، وكانت لمدة 45 يوم، ابتدت في أواخر يوليو سنة 1973 وانتهت في أوائل سبتمبر سنة 1973. الأنبا شنودة كان مديله رسائل شفوية وخطية لبعض الكنائس في أمريكا وكندا. دي كانت أول مهمة. المهمة نمرة 2 دي كان يعني ليها بداية بس ما كانش محدد نهايتها امتى. أنا وقتها أنا فاكر أنا ما كنتش أعرف أي حاجة خاصة إن بابا يسافر أمريكا. أنا وقتها كنت في الجامعة في اسكندرية، وكان عندي امتحانات تقيلة أوي مهمة، وبعدين كنا في سبتمبر، أنا فاكر كنت أنا في اسكندرية بذاكر والوقت ضيق جدا، وبعدين بصيت لقيت الباب خبط، فتحت لقيت بابا وابونا بشوي كامل مع بعض. أنا اتخضيت اللي جاب بابا اسكندرية يعني. وبعدين ابونا بشوي كامل بقى دخل بالمرح بتاعه وعامل ايه مذاكرتك ومش هنعطلك ومش عارف ايه، احنا بس جايين ايه علشان الأنبا شنودة بعت بابا أمريكا، فبابا جاي يسلم عليك قبل ما يسافر. أول مرة أتعرف على أبونا أنطونيوس يونان روحيا. يعني إيه؟ يعني أتعامل معه روحيا. كان حصلت عندي مشكلة أو ضيقة معينة، فأنا رحت له باعتراف علشان أتكلم معاه في الموضوع ده. فقال لي جملة لا زالت لغاية النهاردة أتذكرها وأذكر بيها نفسي أو أفكر بيها نفسي. فقال لي لا تندم على ما فاتك، اربط بطنك ولسانك. الحقيقة لا تندم على ما فاتك، لأن كان في حاجة حصلت وكانت حاجة صعبة شوية، فكان بيقول لي خلاص ما تفكرش فيها. لكن اربط بطنك ولسانك أنا ما كنتش عارف معناها إيه، لكن صحيح لقيت إنها حاجة مهمة في حياة الإنسان الروحي، إزاي يربط بطنه ويربط لسانه. وبعدين كانت المهمة الثالثة للويست كوست اللي هو لوس أنجلوس اريا. هو قعد في كنيسة العذراء بسدينة تقريبا لغاية 1991، وبعد كده جه كنيسة سان أثناسيوس في الفالي. وقتها كنت بدرس في جامعة هنا في منطقة الفالي في لوس أنجلوس، وكانت الجامعة دي أقرب كنيسة ليها هي كنيسة العذراء والأنبا أثناسيوس اللي كان أبونا بيخدم فيها وقتها. ففي مرة من المرات كده قلت أروح أحضر قداس الصوم الكبير في الكنيسة لأنها قريبة من الكلية، وطلعت ما بين المحاضرات أحضر القداس. دخلت الكنيسة، كان وقتها أثناء دورة بخور البولس، وابونا كان بيلف الكنيسة ولفت نظري منظر أبونا وهو بيلف دورة البخور. كان منظر بصراحة كله تقوى وورع. أبونا كان لابس تونيا كده كلها بيضة، يعني حتى النقش اللي فيها حاجات بسيطة جدا، وهو كمان أبونا بيضاني ودقنه بيضة كده والبخور، فكان منظر جميل جدا.
الكنيسة ديت اللي عملوا فيها العيد ال50 لرسامة بابا ترسم 21 نوفمبر 54. فاتعمل فيها العيد ال50 والبابا شنودة كان حاضر، وادى البابا صورة الملاك مخيل هدية مبروزة، على اعتبار ان اول كنيسة بابا ترسم عليها كانت هي كنيسة الملاك مخيل. والملاك مخيل ليه يعني ذكريات يعني مهمة قوي في حياة بابا وفي حياة العيلة كلها. كنت أنا مرة في خلوة في الدير هنا في كاليفورنيا، دير الأنبا أنطونيوس، وحصلت لي حادثة، العربية يعني اتقلبت بينا وكانت حادثة صعبة شوية. اتنقلت بعديها المستشفى وقعدت قضيت تقريبا شهر في المستشفى دي. في يوم من الأيام وكنا وقتها أعتقد لسه في أسبوع الآلام، فتحت عيني كده. كنت طبعا باخد أدوية مسكنات جامدة خالص وقتها علشان الإصابات اللي كانت عندي كانت تخليني ابقى نايم كتير. فتحت عيني كده فوجئت ان لقيت اللي قدامي، لقيت ابونا انطونيوس يونان جالي المستشفى، مع ان مشوار المستشفى من محل سكن ابونا والكنيسة هنا في الفالي مشوار بعيد، والترافيك بتاعه يعني زحمة السكك صعبة يعني. فوجئت لقيت ابونا انطونيوس جاي علشان يزورني يفتقدني في المستشفى، مع ان انا وقتها ما كنتش من شعب الكنيسه هنا يعني، ولا كنت بخدم في كنيسه، كنت في كنيسه ثانيه. لقيته جاي مع احد الشمامسه هنا، باشمهندس ايميل حنا، ولقيت ابونا بيقول انا سمعت انك عملت حادثه وانا قلت اجي ازورك. مجرد ما سلمت على ابونا رحت في النوم تاني من تأثير يعني المسكنات والمخدرات اللي كنت باخدها وقتها، وما قدرتش على نفسي غير بعد تقريبا ساعتين. فتحت عيني ولقيت والدتي واقفه جنبي وبتقول لي يا ابني ما تصحى بقى اتكلم مع ابونا، ده ابونا بقاله ساعتين قاعد مستنيك اما تفوق علشان يعني يتكلم معاك. الموقف ده بصراحة أثر فيا جدا جدا جدا، لأن كان كتير من الآباء الكهنة كانوا يجوا يزوروني يفتقدوني في المستشفى، بس كان كل حد فيهم مثلا يجي يقعد معايا دقيقتين 5 دقايق بالكتير يعني ربع ساعة. تعجبت قد إيه محبة أبونا، اللي هو أبونا يعني أصلا أنا مش من شعب كنيسته، ومجرد اهو شاب بخدم في كنيسة بعيدة وخلاص، ومجرد بس ان هو سمع ان انا عملت حادثة، سرعة الاستجابة والاهتمام، وازاي ان فضل ابونا قاعد جنبي مش كام دقيقة، قاعد جنبي اكتر من ساعتين مستنين ان افوق من تأثير البنج علشان يقعد ويتكلم معايا ويقول لي يعني كلمة علشان يطمني بيها ويديني يعني عزاء بعد الإصابة اللي أنا كنت فيها. إن أنا فاكر مثلا لما قام الزلزال في سان فرناندو فالي أو في منطقة نورثريدج هنا في يناير 1994، كان في ناس اتأثرت كتير، والزلزال ده يعني هز ناس كتيرة قوي، يعني طبعا كان للكنيسة دور مهم قوي في الوقت ده انها تقعد تاني تخلي الشعب يتماسك، لان طبعا ناس كتير قوي هاجرت من لوس انجلوس، سابت البلد ومشي، لان كمان الزلزال القوي ده قعد يبقى فيه ليه توابع كتيرة، فالناس كانت اعصابها مشدودة ومهزوزة. جاله احد الاشخاص اثناء القداس وكان يظهر بيشتكي من خلاف يعني حصل عنده في البيت ما بينه وما بين زوجته. فلقيت ابونا جه بيقول لي قال لي يا ابونا انت عندك حاجه بعد القداس؟ قلت له لا يا ابونا تحت امرك. قام قال لي طب تعالى معايا نروح عند عم فلان عشان نصلح له التلفزيون علشان في خلاف حصل ما بينه وما بين مراته، فانا مش هقدر اتشعلق على السطح اظبط الاريال، فانت تعالى معايا عشان تطلع انت تتشعلق على السطح تظبط الاريال يعني، ونصلح له التلفزيون عشان نحل الخلاف اللي ما بينه وما بين زوجته. لغايه لما ابتدى ان المرض يشتد عليه، والدكاتره نصحوه ان هو يا ابونا بلاش انك انت تتدخل في اي حاجات يكون فيها استرس. كان عنده ارتيريوسكليروزيس، تصلب شرايين، وكان عنده القلب، فالدكاتره قالوا له انك انت مش مظبوط انك انت يعني تخش في اي نوع من الايه من الستريس،
من الضغط. فقال لي يا ابونا اعمل معروف، انا من النهارده يعني مش هحضر بقى اجتماعات البورد او مجلس الكنيسه، هو انا كمان اي مشكله هتيجي انا هبعتها لك، علشان انا مش هقدر ان انا اخش في الحاجات دي، علشان دي النصيحه بتاعه الدكاتره. والحقيقه كان اي حد يجيله باي مشكله فكان يقول له روح لابونا بشوي. كان تعبان وكان في المستشفى، كان الحقيقة يعني كان في المستشفى، وبعد كده كان في المستشفى. كنت أنا حاضرة قداس يوم الأربع، فحبيت يعني أروح له قبل ما أروح يعني. فكان معايا بعض ناس من الكنيسة، فلما رحنا كان من ضمنهم نادية مخيل، فرحنا معاه، رحنا المستشفى، لقيت جنبه قربانة كبيرة خالص كده، قربانة حمل جنبه. فبعدين هو كان نايم، فلما شافنا يعني صحى وقلنا له يا ابونا مين كان عندك؟ قال ما فيش حد. ما كانش حد زايرك؟ كان الصبح. قال لا ما كانش حد خالص زايرك. وبعدين سألت النيرس، قالت لا ما حدش جه خالص. امال القربانة جت منين؟ قال لي ما عارف، ما في مش عارف. فانا قلت ربما يكون حد زاره من الكهنة، ابونا بشوي مثلا، سيدنا، اي حد من الرهبان. فالحقيقة سألنا قالوا لا، حتى سيدنا قال أنا بحب أزور حد في المستشفى لازم أخد كاهن معايا، ما أروحش لوحدي أبدا. فكانت حاجة غريبة يعني. وبعد ما قام من النوم طبعا فرق علينا بقى كلنا من لقمة البركة دي يعني. بس الحقيقة كانت لسه الظاهر كانت لسه القربانة يعني سخنة، يعني اللي معايا قالوا دي كانت سخنة حتى ما كانتش يعني حاجة. في مرة أب كاهن يعني قال لي الحقيقة قصة جميلة جدا. هم كانوا رايحين مجموعة كهنة تزوروا في المستشفى هنا في لوس أنجلوس، وهم قاعدين وبابا كان صامت يعني الفترة الأخيرة ما كانش بيتكلم كتير. فهم قاعدين معاه لقوه بيلف راسه كده في الأوضة لغاية لما نهاية الأوضة، لغاية الباب يعني بتاع الأوضة. فالأبهات سألوه يا ابونا أنت في حاجة أنت شايفها؟ قال لهم الأنبا برقام كان موجود ولسه خارج دلوقتي. فهو يمكن الأنبا برقام عشان كان بيحبه لأنه هو كان بيحب الفقير، وبابا كمان كان بيحب قوي سير القديسين ويهتم قوي بأعيادهم ويهتم جدا بالتماجيد بتاعتهم ويعمل لهم يحكي عنهم قصص، وحتى طلع شرايط ليهم. والتلمذ على ايديه لانه كان اب اعتراف 2 حاليا، واحد منهم اسقف اللي هو الانبا كيرلس الاسقف العام في لوس انجلوس، والتاني اخوه ابونا ديفيد كان هنا برضه في لوس أنجلوس. ده غير شباب وأجيال كتيرة في فترة بسيطة جدا في خدمته هنا معانا في أبروشية لوس أنجلوس كثمر متكاثر وجميل لمجد اسم المسيح. ترك أبونا القمص أنطونيوس يونان بصمته في أكثر من مجال. لم يغادر الحياة ويتركها كما جاء، بل علم وأنشأ وخدم وكتب سير قديسين قدامى ومعاصرين، وعاش حياة كريمة، وما زال الينبوع يفيض بغزارة ويفيض بحكمته حتى الآن، حتى تنيح في 20/6/2011 بالولايات المتحدة. اذكرنا يا أبانا أمام عرش النعمة.